بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من قناتنا سيرة قديسين وشهداء وآباء نقدم لكم سنكسار اليوم الثلاثون من شهر هاتور المبارك. أحسن الله قضاءه وعاده الله علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي وأخوتي الجميع آمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار استشهاد القديس ماكاريوس، بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيها أيضا من سنة 1298 للشهداء 1582 ميلادية استشهد الراهب القديس يوحنا القليوبي، كان من أهل قليوب وترهب بدير القديس أنبا بشوي بشهيد. نزل إلى القاهرة فقبضوا عليه وأرادوا إرغامه على ترك دينه المسيحي، فتمسك بإيمانه فحكموا عليه بحمله على جمل والمرور به في شوارع القاهرة، وغرسوا في يديه وأكتافه سكاكين حادة. كان يتحمل كل هذه العذابات بصبر، ولما رأوا ثباته في الإيمان صمروه على صليب إلى أن سلم روحه في يد الرب ونال إكليل الشهادة. وأنزل المؤمنين جسده من على الخشبة وأحضروه إلى كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة، وكفنوه بأكفان فاخرة وصلوا عليه ودفنوه في الكنيسة المذكورة بحضور جمهور كبير من الشعب المسيحي. بركة صلوات القديس يوحنا القليوبي فلتكن معنا آمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس أكاكيوس بطريرك القسطنطينية، كان عالما خبيرا بالكتب المقدسة وتفاسيرها. كرسوه قسا في كنيسة القسطنطينية، ولما اجتمع مجمع خلقدونيا وأصدر قراراته لم يكن هذا الأب راضيا، وقد حزن على ما جرى للقديس ديوسكوروس. عندما تنيح أناطوليوس بطريرك القسطنطينية اختاروا هذا الأب بطريركا خلفا له، على أمل إزالة ما حدث في الكنيسة من انشقاق. لكن المرض كان قد اشتد عليه، فرأى أن يهتم بخلاص نفسه، فأرسل رسالة إلى الأنبا بطرس الثالث البطريرك الإسكندري 27 يعترف له فيها بصحة إيمانه الذي ورثه عن القديسين كيرلس وديسقورس، وقد اتبعها بعده رسائل يسأله قبوله معه في الشركة. وقد رد عليه البابا بطرس برسالة جامعة أرسلها مع 3 أساقفة دخلوا القسطنطينية متنكرين، فاستقبلهم بفرح وقرأ الرسالة واشتركوا جميعا في القداس الإلهي. ولما عاد الأساقفة إلى مصر وقدموا رسالة القديس أكاكيوس للبابا بطرس فرح بها، وأمر بذكر البطريرك أكاكيوس في القداسات. ولما سمع الأساقفة الخلقدونيين بذلك نفوه بعيدا عن القسطنطينية، وظل في منفاه ثابتا على الإيمان إلى أن تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيها أيضا تم تكريس كنيسة القديسين قزمان ودميان وأخوتهما أنسيموس ولونديوس وأبرابيوس وأمهم سيوديتي، التي بناها الملك يوستنيان في غاية الروعة والجمال في مدينة القسطنطينية، كتقدمة شكر واعتراف بفضل هذين القديسين، لأنه كان قد أصابه مرض شديد أشرف به على الموت، فظهر له هذان القديسان ومنحاه الشفاء، فبنى لهما هذه الكنيسة تذكارا وعرفانا بجميلهما. بركة صلواتهم فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.